ازيك يا عريف؟ السيتي يخسر من اليونايتد في الاتحاد، وبرشلونة يخسر من ليجانوس في كامب نو، وتشيلسي يفوز بصعوبة على برنتفورد بهدفين مقابل هدف كوكوريا وجاكسون، ويصارع مع الكبار فوق 38 نقطة ليفربول، 36 نقطة أرسنال، تحتيهم بتلاقي 30 نقطة أرسنال، وتحتيهم كمان بتلاقي نوتنجهام فورست بال28، والسيتي مركز خامس بال27 نقطة. وعندك الناحية التانية في الدوري الأسباني 38 نقطة لأتلتيكو مدريد ولعب مباراته كاملة، 38 نقطة لبرشلونة ولعب مباراته كاملة، 37 نقطة لريال مدريد ولسه عنده مباراة فالنسيا مؤجلة هتتلعب في 2 يناير. يعني الريال لو كسب مباراة فالنسيا هيفوز ويبقى الأول المتصدر في الدوري. دوريين ممتعين وحكاية، دوريين بيخلوك تتمتع وتتفرج كل يوم على مباريات جميلة ومباريات ممتعة. والزمالك بيفوز على المصري بأداء ولا أحلى ولا أجمل من كده بهدف أحمد السيد زيزو، ويدي القضية ليه قبل ما كروس يمسك الفريق، يدي القضية لعلي ماهر. ولسه عندك ماتش العودة برضو هنا في مصر. تعالوا بقى نتكلم كده يا حريف. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك والكومنت الإيجابي، وما تنساش الدعم الإيجابي لإخواتنا الفلسطينيين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. نبدأ بمباراة الزمالك والمصري. الزمالك والمصري كانوا يلعبوا في الكونفدرالية. المباراة الزمالك فاز بهدف وتصدر المجموعة ب7 نقاط من فوزين وتعادل. كان في ايده كمان الفوز بتاع الماتش بتاع انيمبا هناك في انيمبا، ولكن ضيع الفوز من ايده. لكن خلينا نقول بعد مباراة جوميز ما مشي الزمالك ادى اداء كويس، وجاله كريستيان جروس يمسك الفريق. هنشوف اداء كويس من نادي الزمالك الفترة الجاية على مستوى الثابت ده. ان شاء الله نشوف اداء كويس لنادينا الحبيب نادي الزمالك. تعالوا نخش على مباراة ليجانوس وبرشلونة. برشلونة ضيع كمية فرص، ولكن برشلونة قدام الفرق الصغيرة ما بيعرفش يلعب على مسطح التسلل. بكرة خاطفة من لوجانوس يخطف لوجانوس المباراة كانت في ايد برشلونة، لكن لوجانوس بهدف مقابل لا شيء يخطف المباراة. وتبقى برشلونة على النقطة 38. آخر مباراة 6 مباريات في الدوري برشلونة لم ينجح في جلب أي نقطة على الإطلاق. على الإطلاق برشلونة في حالة سيئة مع فليك في الدوري، ولكن في دوري الأبطال صعد خلاص مباشر لدور ال 16، ولكن مش موفق خالص في الدوري الأسباني. تعالوا نخش الناحية التانية على طول بقى لمباراة اليونايتد والسيتي اللي هي كانت قمة الجولة. السيتي لعب شوط أول ولا أحلى ولا أجمل، وقلنا عادة جوارديولا، ولكن الشوط التاني في آخر ثواني الشوط الأول جفارديول بيسجل هدف من رأسية، ولكن يأتي الشوط التاني في الدقيقة 88 بالتحديد ركلة جزاء لمانشستر يونايتد ليسجلها برونو فرنانديش بطريقة عالية ويروح يعملهم. ثم الهدف التاني بخطفة من دالو، يا ولد يا دالو، بيخطف كده من قدام إيدرسون ويجري بيها ويقوم حاططها ما بين أقدام جفارديول، ويفوز اليونايتد مع أوموراي. وأوموراي مباراتين أمام جوارديولا، فوز بالأربعة مع سبورتنج لشبونة، والفوز بثنائية مقابل هدف على السيتي. الدوري الإنجليزي ولع. ليفر في الصدارة ورا تشيلسي المبدع، ويأتي أرسنال المتذبذب في المباريات، ويأتي خلفهم نوتنجهام فورست مفاجأة الموسم مع نونو سانتوس، وقدامهم الخامس مانشستر سيتي ب27 نقطة. بالفعل هو انتهى عصر جوارديولا، واليونايتد ادى الضربة القاضية لجوارديولا من أجل الإقالة ومن أجل الخروج من السيتي أم البقاء. والإدارة تأتي بلاعبين في يناير 5 6 لاعبين جدد من أجل ضخ دماء الفريق مرة أخرى. القادم قد يكون أفضل للسيتي وقد يكون الأسوأ للأسوأ. السيتي خالص بره الكورة وبره اللعبة. السيتي لن يكون فريق قوي على الإطلاق مرة أخرى من يوم مباراة ريال مدريد السنة اللي فاتت، وانتهى عصر السيتي وعصر جوارديولا وهيمنته على البطولات. من بعد 7 سنوات فريق مسيطر على كل البطولات في الدوري الإنجليزي،
ومسيطر على دوري الأبطال، يأتي الآن ويخسر من جميع فرق يونايتد، نوتنغهام، أرسنال، توتنهام. يأتي الجميع ويدوس على وش السيتي، وتوتنهام يفوز بخماسي. أهم حاجة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك والكومنت الإيجابي. وما تنساش دعوة حلوة لإخواتنا في فلسطين، وتقول لنا توقعاتك إيه، مين هيفوز بالدوري الأسباني ومين هيفوز بالدوري الإنجليزي والدوريات الممتعة، وأسباب خسارة الأهلي من باتشيكو، وأسباب فوز الزمالك على المصري. سلام.